واحد بيقول: توجد آيات كثيرة في الكتاب المقدس تقول إن المسيح هو الله والمسيح ابن الله، فما هو التفسير البسيط المقنع الذي نقوله عندما نسأل كيف يكون المسيح هو الله وابن الله؟ وشكر. هو ابن الله، أقنوم الابن هو اللوجوس، أقنوم اللوجوس الكلمة. القديس جيروم ترجم كلمة اللوجوس بالكلمة، عشان كده في الترجمة الفرنسوية يقولوا لا فيرب، لأن الكلمة باللاتيني فيربوم. مش المهمة مسألة لغوية، لكن اللوجوس اللي هو الابن عبارة عن عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. فإذا كان الابن هو عقل الله الناطق، يبقى ممكن تقول هو عقل الله وممكن تقول هو الله، على اعتبار ان الله هو العقل الكلي الذي يدير الكون. الله هو العقل الكلي الذي يدير الكون. فإذا كان هو عقل الله والله هو العقل الكلي، إذا ممكن نسميه الابن أو نسميه الله إلى آخره. كما أن مثلا الروح القدس هو روح الله، فممكن تسميه الروح القدس وممكن تسميه الله، على اعتبار أن الله هو الروح الكلي الذي يعطي الكون حياة، والله وروحه كيان واحد، والله وعقله كيان واحد. فممكن حتى في البشر تقول، ممكن تقول ده إنسان ذكي جدا وعقل كبير، وممكن تقول ده إنسان عبارة عن عقلية كبيرة، فتقول هو إنسان وهو عقلية. وكلمة إنسان وكلمة عقلية ماشية مع بعض، مع إن العقل جزء من الإنسان.